قدرنا ان احنا ننشر الوعي ونواجه الاذى ونواجه الشخصيات المريضه ديت ونحجمهم ونقدر نساعد الناس الواعيين تحت اذاهم وتحت سلطتهم علشان يقدروا فعلا يفوقوا بدري بدري. ولو قدرنا اكتر نساعد اللي ممكن ان هم يدخلوا في علاقات مؤذيه ونرجسيه يا ريت نبقى قدرنا ان احنا نعمل حاجه كبيره جدا ومهمه جدا. وكل ما قاومنا مرض كل ما رجع وانحصر وتقلص. اللي خلاهم زادوا وانتشروا وطغيانهم زاد قوي كده ان مفيش مواجهه، انما كل ما المواجهه زادت كل ما قدرنا ان شاء الله نحجم الشخصيات المؤذيه والمريضه ديت، او على الاقل قدرنا نحمي نفسنا ونحمي ولادنا ونحمي كل اللي بنحبهم من اذى الشخصيات المؤذيه ديت. يبقى الاختيار راجع لمين في الاخر؟ علشان ناكد بس على المعلومه، الاختيار راجع لك انت اللي بتوازني. في كل الاحوال قلنا هيبقى فيه اذى، ولكن بنختار اخف الضررين. هل حياتي معاه واستمراري هو الضرر الاخف ولو بعدت فعلا عنه ممكن اضيع انا والولاد، ولا انا بوهم نفسي ولازم اعمل وقفه مع النفس